اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش عارفة اقول لكم ايه، اقول لكم حشتوني ولا ازيكم ولا عاملين ايه. تعالوا نعمل أكلة النهاردة. سيبك بقى من اللي احنا بنجيبها من بتاعة المطاعم ده خالص، ولادك هيتهبلوا عليه. معايا زبديتين اتنين، معايا معلقة خل، معلقتين معلقة خل، معلقتين زيت، معلقة عسل أبيض كبيرة، يجي 3 معالق، 3 معالق دبس رمان. انا زي ما انتوا بحط معاكم بالبركة. وبرضك معلقتين الوايت صوص اهو. وده دبس الرمان، وده الصوص، وده كيسين اتنين. حتى الكيس ده مش ملان يعني، ده كان مفتوح. كيسين اتنين كاتشب من اللي هو الكيس بجنيه ده، يعني هما اصلا جايباهم قدامكم اهو. الكيس الاولاني ده ما كانش ملان. ومعايا يجي 5 فصوص توم، هقطعهم مش هفرمهم، هقطعهم كده يعني دواير كده، مش هفرمهم او مش هجيبهم مفرومين او هنعم. لا بصل ولا توم ولا يعني ما مفيش بقى حاجات ناشفة. ومعايا ليمون هعصرها. وتعالوا بقى فلفل اسود، بتاع اللي هو كزبرة ناشفة. اللهم صل على النبي. الاصفر ده اسمه ايه؟ اللهم صل على النبي، نسيت اسمه. كركم، ايوه. فلفل اسود، كركم، ملح، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، ذرة بسيطة جدا من يعني من لون الطعام ده اللي انتوا شفتوهم، اللي هما ال3 نقط الحمر دول. ومعايا عودين قرفة كده. وصف الفراخ بتاعتك، انتوا شايفين ميتها ما شاء الله نظيفة وجميلة ازاي. انا باخد منها لان انا واثقة في غسيلها ومنضفاها كويس اهي. معايا فرختين. خلي الفرخة بتاعتك ما تزيدش عن 1.5 كيلو. فراخ الشي بالذات ما تزودهاش عن 1.5 كيلو خالص، عشان تطلع معاكي مستوية ونضيفة وحلو. شايفين ما شاء الله الفراخ انا غسلاها عاملة ازاي؟ ما فيش حاجة اهي قدامكم، بسم الله ما شاء الله. انا بصراحة يعني بعد ما قفلت الفيديو ده، انا اول من قمت من النوم قمت عاملاها وسبتها بقى. دخلتها التلاجة بتاع حوالي ساعتين 3 ساعات كده. بس بصراحة وداعا انك تشوف يعني تاكل الطعام دي. فراخ طرية جميلة، طعمها حلو ما شاء الله بصراحة. 10/10. دي بقى بعد ما كنت سبتها حوالي يجي 3 ساعات في المحلول النقع بتاعها ده، وفي البهارات والكاتشب لا بصراحة محطتش مايونيز. والبهارات اللي انا حطاها معاكم حطيتها هنا. هتشوفوا بقى تطليعة تانية خالص. انا كده بقى هدخلها الفرن ونشوف ايه الاكلة التانية اللي معانا. دي الكفتة اللي هي كفتة، مش عارفة ليه كفتة، ما لهاش حل تاني. فلفل اسود، ملح بشطة بكمون، وحبة ملح بس، مش هحط عليها اكتر من كده. وشوية زيت هدعكهم به. دي بقى الزيت اللي انا هدعكه بيه. امسكيها دعكيها قوي. اللي ما شافش طريقة الكفتة وانا بعملها، انا عاملاها قريب على القناة، ابحثي عليها على ايمي وسوسو في المطبخ، هتطلع لك طريقة الكفتة. انا عاملاها طريقة كفتة عادية خالص، بس بصراحة هشة وطرية وجميلة، تاكلي منها مهما تاكلي ما تشبعيش. وهقلها لكم النهاردة. انا المرة اللي فاتت قلتها معاكم بطريقة، والمرة دي هقلها معاكم بطريقة مختلفة خالص. الطريقتين احسن من بعض، اللي ترتاحي فيها واللي ولادك يحبوها اعملي بها. بس نصيحة، الطريقتين تحفة. همسكها بقى ادعكها كويس جدا زي ما انتوا شايفيني كده. شوفوا انا بعمل فيها ازاي، بنقطة الزيت بس. هروح بقى طب اعملها. بس معلش بقى في اللقطة ديت ما كانش الكاميرا مظبوطة اهو. يعني انتوا مش شايفين ايدي وانا ببطط. انا ببططها عادية خالص. انا هظبط لكم الكاميرا دلوقتي وهعملها، لان كانت القرصة اللي فاتت ديت ما كانتش معدولة خالص. شوفوها بقى طريقتها كده وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. بس ما تنسيش اهي، شايفين بقى كده اهي.
متنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. حطوا اللايك، حطوا اللايك يا جماعة. مش عارفة اللي بيتفرج على الفيديو ما بينسى يحط اللايك ليه؟ حطوا اللايك عشان الفيديوهات تنتشر ونكبر سوا بإذن الله. اما بقى لو فيديوهاتي مش عاجباكم اهو، همسكها بقى ابططها كلها كده، ما تخليهاش تخينة وما تخليهاش رقيقة. اعمليها وسط، خير الامور الوسط في كل حاجة حلوة. انا جنب ازازة الزيت لان كل ما بحس ان ايدي نشفت من الزيت شوية، شوفوا ذرة بسيطة جدا، بقوم لايكة ايدي بس عشان ايه القرصة تتبطط معايا، ما تبصمش من مكان صوابعي بس. ايه ايه رأيكم بقى في الحلاوة والطعامة والجمال ده كله؟ اللي عجبه الفيديو بقى يكتب لي كومنت حلو من عنده كده جميل زيه، ويقول لي ايه الفيديو عجبني. هفضل بقى بططهم كلهم وارجع لكم تاني. دي بقى بططتهم اهوت، وكنت سبتهم يعني ريحوا شوية، مش في التلاجة ولا حاجة بس، وكنت قشرت بطاطس وحطيت هنا مية بزيت، بس مية بزيت وذرة ملح بسيطة. لو انت حاسة ان الكفتة مظبوطة ما تحطيش، بس انا حاسة ان هي يعني ايه ممكن تحتاج مني ذرة ملح بسيطة فحطيتها في المية. كده بقى همسكها اسلقها. شوفوا انا بشتغلها ما شاء الله متماسكة معايا ما فكتش، وهتشوفوها دلوقتي في السلق جميلة جميلة جميلة. مش هتفك، مش هتفرول منك، ما تخافيش طالما مقاديرك فيها مظبوطة. انا طلعتها من الفريزر من بالليل وسبتها فكت الصبح براحتها، واشتغلت فيها زي ما انتوا شفتوني كده. فيهاش اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا بألف هنا للي كل. دي بقى كنت هقلي الزيت، كنا خلاص بقى يعني قربنا نتغدى. دي هقلي فيها البطاطس. كده بقى انا معايا ايه، معايا حوالي 4 معالق دقيق. خليكي ركزي في اللي انا بعمله دوت عشان تجربيها وتقولي لي ايه رايك فيه. معايا حوالي 4 معالق دقيق، ومعايا نص كوبايه لبن، او زي ما انت هتعملي الكميه بتاعتك، دي ملهاش مقدار، تبع الكفته اللي انت هتقليها دي ايه تحطيها. افضلي بقى اعملي بقى كده بالمعلقه زي ما انا هعمل انا، ولا هجيب مضرب بيض، ولا هجيب احطها في خلاط، ولا اعملها في اي حاجه. هي زي ما انتوا شايفيني كده. هفضل انعم في الدقيق بالمعلقه معايا لحيث ان ما الدقيق والعجينه يبقوا ملمس ناعم كده. اتقل من الكيكه بشويه، يعني اتقل من الكيكه بحاجه بسيطه. شفتوا عجينه الكيكه بتبقى تقيله ازاي؟ هي هتبقى كده. معايا ذره ملح، ذره فلفل اسود، ذره برضو الكزبره الناشفه. احنا بنحب الكزبره الناشفه عامه يعني في كل الاكل اهو. وده البطين 2 بلدي حتى، مش هنقول يعني لو حبة زمان اللي انا عاملاهم دول، بيضة واحدة تكفيك اه. وهتطلعي احلى قرص طرية وهشة ومقرمشة جميلة. شوفوا بقى انا هفضل اقلب فيها برضو كده لحيث ما البيض يدوب نهائي، ما تقولوش اصلا ان هي فيها بيض. ايه رأيكم بقى؟ هو الفيديو النهاردة برعاية ايه رأيكم؟ يلا مش مشكلة اهو. دي كنت حسيت ان المعلقة فيها ايه تكتلات شوي، تكتلات. يا لهويان، يا حستي السود، مش عارفة انطق الكلمة، اسفة معلش. كده برضك حطيت حبة زيت هنا في الطاسة التانية ديت، لان الطاسة التانية انا كنت بقى بقلي البطاطس، فهقلي بقى الكفتة على عين والبطاطس على عين، والفراخ تقريبا كانت في الفرن كانت لسه في الفرن، سبتها عشان تفضل سخنة، لان كنتوا عارفين ان احنا في الجو البرد والشتاء الحاجة بتبرد بسرعة. فقلت بدل ما اطلعها وتبرد مني، مش هطلعها من الفرن الا لما اكون مجهزة بقى كل حاجة. هقلي بطاطس بقى وهنقطع خيار وطماطم كده، وهيبقى ايه غدا عسل. تعالوا غدوا معانا بقى. ما فيهاش اي حاجه، انا بطلعها ويدوب بس الحته اللي بيضه دي من مكان صبعي، لكن الكفر بتاعها لازق عليها وكل حاجه. وشايفين الكفته قدامكم متماسكه، لا فكت من السلق ولا اي حاجه. ممكن تاكلوها طريه كده على فكره، بيبقى طعمها جميل جدا. انتوا هتلاقوا في حته دلوقتي متاكل نصها،
ومش ساب نصها أنا اللي واكلاها على فكرة، عشان ما تقولوش حاجة، أنا اللي كنت واكلاها، أنا اللي كلت الجبنة. لا أنا اللي كلت الكفتة مش الجبنة، جبنة إيه بقى؟ أنا اللي كلت الكفتة. إيه رأيكم برضو؟ إيه رأيكم تاني؟ يا لهوي في إيه؟ ما تأخذونيش النهاردة بقى معلش. شفتم؟ أهي عشان محدش يقول لي انت اللي كنت مني اللي كان بياكل، انا اللي كنت باكلها بصراحة، بحبها مسلوقة كده عادي باكلها مفيش مشكلة. بناكلها عادي يعني، ممكن لو طفل جنبك صغير ولا حاجة ممكن تحط له واحدة في شوكة او حاجة وتأكلها له، ما فيهاش اي حاجة. اه بس بصراحة كانت غدوة ما شاء الله، كانت محتاجاكم كلكم، محتاجة غداء، محتاجة اللمة الحلوة والقعدة الحلوة ما شاء الله. اهم حاجة قالوا في الاخر ايه؟ تسلم ايديك. كده بقت الفراخ اهيت، بس هنا بقى خدت حتة لسعة من الصاجة دي، من البتاعة اللي هي بتاعت الشاي دي، لسه معلمة في ايدي. بس يلا الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. ادي بقى الفراخ، شوفوا منظرها وحلاوتها وطراوتها بقى من جوه. هكسر لكم حتة الوقت طرية خالص من جوه. وادي الكفتة بقليها، بس مانيش قادرة امسكها ايه. انا بوريكم شوفوا بتتكسر بسهولة لان هي مستوية ما شاء الله، لان الفراخ انا مش جايباها كبير. شوفوا بقى هنا هجيب لكم الحتة، شوفوا بيضة وطرية من جوه اهو. شوفوا بس انا عشان مش عارفة اكسرها بايدي لان هي كانت لسه سخنة بقول لكم اهو. شايفين ايدها هتتحط لكم دلوقتي تقول لكم اعملوا لايك اهي. تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكده بقى اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، بكل خير وبكل رضا وبكل هنا يا رب. ده بقى كان غدانا النهاردة. تعالوا بقى شوفوا البطاطس بقى والكاتشب والطحينة.